أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية. يعني إيه هو الفرق ما بين الناون، البروناون، الفيرب، الادفيرب وكل الحاجات دي؟ درس النهاردة مهم جدا جدا لكل حد حابب إن هو يتأسس في اللغة الإنجليزية ويطور كمان من جودة اللغة عنده، فتابعوا معايا فيديو النهاردة للآخر. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو لاول مره تشوفني فاهلا بيك، نورتني. ما تنساش ان انت تشترك دلوقتي حالا في قناتي انجلش فلوج وتفعل الجرس كمان علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. فيديو النهارده زي ما قلت لكم مهم جدا لاي حد بيتاسس في تعلم اللغه الانجليزيه، وكان لازم يكون من اوائل الدروس كمان اللي موجوده عندي هنا على القناه. حتى لو انت حسيت ان انت عارف الفرق ده او ايه هو الكلام السهل اللي دعاء النهارده هتقوله لنا، ما انا عارف الناون والفيرب والكلام ده كله، بس ااكد لك ان انت لما هتتابع معايا النهارده الفيديو للاخر ان انت هتلاقي ان في معلومات كتيره جدا انت ما كنتش عارفها، وكمان هيسهل لك كل حاجه من حيث الكلام الصحيح والجرامر المظبوط 100% ان شاء الله. فبلاش كلام كتير، يلا بينا نبدا الشرح. طيب خليني ألخص لكم الدرس بتاع النهارده واقول لكم ان اقسام الكلام في اللغه الانجليزيه بينقسموا بالظبط الى 8 اقسام. ايه هم بقى؟ اول حاجه خالص الناون اللي هو الاسم، تاني حاجه البروناون اللي هي الضمائر، تالت حاجه الادجكتيفز اللي هم الصفات، رابع حاجه الفيربس اللي هي الافعال، خامس حاجه وهي الادفيرب الا وهي الحال، سادس حاجة البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر، أما سابع حاجة فهي الكونجنكشنز وهي حروف العطف، وآخر حاجة خالص الانترجكشن وهي أدوات التعجب أو كلمات التعجب. تعالوا بقى النهاردة نشرح وأقول لكم كل قسم وإيه الفرق ما بينهم كلهم علشان إن شاء الله يعني تكونوا فاهمين كل حاجة 100%. ما تنسوش إن انتوا تحضروا معاكم الورقة والقلم وكوباية الشاي بتاعتكم اللي احنا متعودين عليها، ويلا بينا. واول قسم خالص واول جزئيه وهي الناون الا وهي الاسماء. الاسماء طبعا معروفه، انا مش هقف عندها كتير، هي بتكون اسماء الاشياء، الاماكن، الحيوانات، اسماء الاشخاص، الاكل، الشرب، كل الحاجات دي. يعني مثلا زي ما اقول car, house, dog، دعاء، احمد، كل دي اسمها الناونز اللي هي الاسماء. زي ما قلت لكم طبعا سهله ومعروفه، وده الفرق ما بينهم او ده هو تعريف الناون في اللغه الانجليزيه. تاني حاجة البروناون. البروناون اللي هي الضمائر. ايه هي وظيفة الضمائر يا دعاء؟ ببساطة جدا جدا وسهلوها على نفسكم. الضمائر وظيفتها ان هي تحل محل الاسم الناون اللي احنا لسه قايلينه من شوية. فبالتالي البروناونز احنا بنستخدمهم في ان احنا نبدل نشيل الاسم ونحط بداله البروناون ده. طبعا الضمائر عندنا زي ايه؟ مثلا I, you, we, they, he, she, it, his, her, himself, herself وهكذا. كل دول بنقول عليهم ان دول الضمائر. تعالوا اقول لكم مثال بسيط جدا علشان نقدر ان احنا نوضح من خلاله زي ما احنا متعودين عندي طبعا. فلما اقول مثلا my name is دعاء، دعاء is teaching English، دعاء loves swimming. طيب في الانجليزي ولما بنيجي بنتكلم مش هنفضل طول الوقت ان احنا نقول الاسم الشخص نفسه اللي هو دعاء 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 ونكررها، لا، هتقولها بس في اول جملة علشان تعرف انت بتتكلم مع مين، وبعد كده هنشيل دعاء ونحط بدلها I لان انا بتكلم في الحالة دي عن نفسي، او تبدل بقى بالضمائر سواء هي او شي او ات حسب اسم الناون نفسه اللي احنا بنتكلم عليه. فخليني ابدلها لكم، فهتكون my name is دعاء، I am teaching English، I love swimming. سهلة بسيطة جدا. تعالوا ناخد مثال تاني كده على السريع يوضح لنا وتجربوا كمان معايا، وزي ما دايما بقول لكم خليكم على طول متفاعلين معايا، واي حاجة واي اسئلة تيجي في بالكم على طول اكتبوها لي تحت في الكومنتس. تعالوا نقول المثال التاني وطبق معايا. فهنقول المثال التاني This is أحمد، يعني ده أحمد. هنقول ايه بقى هنا؟ He perfect. He lives in Cairo، يعني هو عايش في القاهرة. He works as a doctor، يعني ايه؟ يعني هو بيشتغل دكتور. شفتوا احنا هنا بدأنا وقلنا ايه؟ قلنا في الاول خالص this is احمد اللي هو ان ده احمد، وبعد كده شلنا احمد في بقية الكلام وقلنا هي. سهلة؟ سهلة جدا. يلا اكتبوا الاكزامبلز بتاعتكم دلوقتي حالا في الكومنتس عشان اشوفها.
وصلنا لثالث جزئية مع بعض وهي الادجectives. adjectives اللي هي الصفات، والصفات بتعمل ايه؟ وسهلوها على نفسكم كده. الصفات بتصف الاسم، بتوصف الاسم، زي مثلا لما نقول large, big, expensive, beautiful، كل دي صفات. تعالوا نقول أمثلة علشان نطبق ونفهم أكتر. لما نقول مثلا she is a beautiful girl، she is a beautiful girl يعني هي بنت جميلة. أو مثلا لما نقول this is an expensive car، this is an expensive car. expensive هنا هي الادجكتيف بتاعتنا، وفي المثال اللي فات beautiful هي الادجكتيف بتاعتنا. فلما نقول this is an expensive car يبقى احنا وصفنا العربية ان هي غالية، ان هي expensive. وخلي بالكم هنا قلنا she is a beautiful girl وقلنا an expensive. هنا وان دي اسمها ادوات التعريف وادوات النكره. خلي بالكم ان شاء الله هيكون شرح بتاعنا للحلقه الجايه، هسيبها لكم تحت هنا في صندوق الوصف، وهتظهر قدامكم كمان دلوقتي حالا في الاي علشان باذن الله تشوفوها وما يفوتكمش اي درس خالص. ولو لسه بتشوفني والحلقه ما نزلتش فهي ان شاء الله هتكون الحلقه الجايه باذن الله. تمام؟ فكده احنا قلنا جزئيه الصفات، سهلوها كده على نفسكم وما تصعبوهاش. وصلنا الرابع جزئية وهي الفيربس، ألا وهي الأفعال. الأفعال يا دعاء افتكروها معايا هي اللي بتعبر عن الأكشنز. يعني إيه الأكشنز؟ يعني الحاجة اللي أنت بتعملها، زي مثلا walk, write, drink, eat. كل دي أفعال، كل دي أمثلة لأفعال. تعالوا نقول examples نطبق فيها الأفعال دي. زي مثلا لما نقول he walks slowly، he walks slowly. walks هو الفيرب هنا، الفعل اللي هو بمعنى يمشي، يبقى هو بيمشي ببطء، يبقى الفعل بتاعنا هنا في الجملة هو فعل walk. أو مثلا لما أقول يونس is writing his homework، يونس is writing his homework. يونس ابني is writing يعني writing هنا هو الفعل، writing يعني بيكتب، is writing his homework يعني بيكتب الواجب بتاعه. فهنا قلنا walks وقلنا كمان is writing. طبعا هتلاحظوا ان هنا استخدمنا في الاول زمن ال present simple اللي شرحته لكم قبل كده، وفي الجملة الثانية استخدمنا زمن ال present continuous وكمان شرحته قبل كده. هسيب لك دلوقتي حالا في الاي، هتظهر لك دلوقتي حالا بلاي ليست كامله فيها شرح كل ازمنه الجرامر في اللغه الانجليزيه، لازم تشوفوها لانها مهمه جدا جدا. خامس حاجه وهو الادفيرب. الادفيرب اللي هو الحال. معناه ايه بقى الادفيرب ده؟ ببساطه جدا هو ادفيرب، يبقى ايه؟ فيرب، يبقى بيصف الفيرب اللي هو الفعل. وبيجي تكوينه ازاي؟ هتلاقيه شكله زي ان هو بيكون adjective اللي هي الصفه واخرها ly، دي على طول كده تبقى الحال على طول. تمام؟ يبقى وظيفته ايه؟ قولوا معايا كده perfect، بيصف الفعل. تعالوا نقول امثله، زي مثلا لما نقول slowly, quickly, badly, nicely. كل دي امثله ل adverbs. زي مثلا لو حطيناهم في جمله فنقول احمد drives slowly، احمد drives slowly، يبقى هو بيسوق. وصفنا هنا القياده بتاعته او السواقه بتاعته ان هي slowly يعني بالراحه. فهنا slowly هي الادفيرب او الحال بتاعنا. سهله ان شاء الله. رقم 6 معانا وهي البريبوزيشنز او حروف الجر. حروف الجر زي مثلا in, on, at, from, by وهكذا، كل دول اسمهم حروف الجر. ان شاء الله هيكون عندي حلقة منفصلة ليهم لشرح حروف الجر بشكل اكبر كمان واوضح، علشان انا عارفة ان في ناس كتير بيتلخبطوا بينهم. بس بشكل عام احنا دلوقتي بنتعرف على اقسام الكلام، وهنا وصلنا لي زي ما قلت لكم حروف الجر او البريبوزيشنز. هدفهم ايه او ايه هم الوظيفة منهم في الجملة؟ وببساطة جدا هم بيوضحوا العلاقة ما بين حاجتين في الجملة، بيوضحوا العلاقة ما بين حاجتين في الجملة. تعالوا نقول أمثلة علشان الدنيا تتضح قدامنا إن شاء الله. لما أقول مثلا my phone is on the table، تاني my phone is on the table، معناها إيه؟ معناها إن التليفون بتاعي على الترابيزة، على التيبل، على الطاولة. تمام؟ فانا كده عملت ايه؟ on هو هنا البريبوزيشن بتاعنا او حرف الجر بتاعنا، هو وضح العلاقه ما بين تليفونك وما بين الترابيزه. تمام؟ او مثلا لما نقول the gift is in the box،
The gift is in the box. معناها ايه؟ معناها انه الهدية داخل in هو البريبوزيشن او حرف الجر بتاعنا، تمام؟ معناها انه الهدية داخل الصندوق. فكده حرف الجر اهو زي ما شايفين بيوضح العلاقة ما بين الحاجتين، ما بين الجفت وما بين البوكس. سهلة؟ حلو. وصلنا الرقم 7 معانا وهي الكونجنكشنز او حروف العطف. حروف العطف زي ايه؟ زي and or because so nor but وهكذا. كل دول اسمهم حروف العطف. الهدف منهم هو ان هم بيربطوا جملتين ببعض. ادي جملة واحد، جملة اتنين ما بينهم حرف عطف هيربطهم ببعض. وخلي بالكم احنا عندنا اكتر من نوع من انواع الجمل. زي ايه بقى؟ أول حاجة اللي هي الجمل المستقلة. جمل مستقلة معناها إن كل جملة لوحدها يعني ليها معنى وتقدر إن أنت تقولها لوحدها وهي يعني ليها معنى كامل ومش محتاجة حاجة تانية تكملها. ففي جملتين اللي هي الجمل المستقلة، أو كمان بيربطوا جملتين اللي هي اسمها الجمل الاعتمادية، يعني الجملة الأولى معتمدة على الجملة التانية، فدول اسمهم جمل اعتمادية. أو طبعا الجمل المتضادة، يعني لو قلت but اللي هي لكن، الجملة الأولى عكس الجملة الثانية، فهم الاثنين جمل متضادة. ولكن في كل الأحوال الثلاث جمل يمكن ربطهم بحروف العطف والكونجنكشنز. تعالوا بقى نقول examples. لما مثلا نقول محمد and كريم are friends. محمد وكريم are friends and هنا هي حرف العطف بتاعنا وبينت العلاقة ما بين محمد وما بين كريم ان هما friends. وخليني اخد فاصل صغير كده وافكرك انك لو ما اشتركتش معايا في القناة اشترك دلوقتي حالا، اضغطوا اشتراك دلوقتي حالا في القناة عشان ما تنسوش يعني. او مثلا لما نقول I went out because I have a meeting. وخلي بالكم بتتقال because مش because لا because، يعني افتحوها كده. فبنقول I went out because I have a meeting. يعني ايه؟ يعني انا خرجت علشان because يعني علشان او بسبب او، فبنقول I went out انا خرجت because I have a meeting لانه عندي اجتماع فبالتالي انا خرجت. فكده دي امثله لحروف العطف. وصلنا مع بعض الرقم 8 واخر قسم من اقسام الكلام في اللغه الانجليزيه وهو الانترجكشن او الكلمات وعلامات التعجب. زي ايه مثلا؟ زي مثلا كلمه واو، برافو، اوتش، يعني لما حد مثلا يتخبطوا او يحصل اي حاجه فيقول اوتش زي اي كده لما بنقولها بالظبط. او جاش يعني او ماي جاد اللي هي بنقول يعني يا الهي زي كده يعني. فالكلمات دي اسمها كلمات تعجب. هتلاقوا ان الكلمات دي مش بتتكتب، يعني مش بتبقى موجوده في الكتابه ولكن بتكون موجوده طبعا في الكلام. اي حد هتسمعوه بيتكلم هتلاقوه بيستخدم الكلمات دي. ايه هدفها او ايه استخدامها؟ ببساطه جدا بس ان هي بتعبر عن المشاعر، يعني احنا بنستخدمها عشان نعبر عن المشاعر بتاعتنا، وممكن ان انت تشيلها عادي جدا الجمله هتبقى تامه وما فيهاش اي حاجه خالص. فتعالوا اقول لكم امثله علشان نوضح مع بعض ان شاء الله. فممكن نقول مثلا كمثال واو that's amazing. واو اهي دي الكلمه بتاعتنا بتاعه التعجب، that's amazing يعني دي حاجه رائعه. او مثلا you passed the exam برافو. You passed the exam برافو. شوفوا احنا لو شلنا برافو عادي هنقول you passed the exam، يعني انت عديت الامتحان بتاعك ونجحت في امتحانك، وقلنا في الاخر كلمة التعجب اللي هي برافو. بس زي ما قلت لكم عادي يعني ممكن ان هي ما تتقالش وتتشال وتبقى الجملة تامة. وبس كده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة، واتكلمنا وقلنا مع بعض ال8 أقسام الخاصة باللغة الإنجليزية أو الكلام في اللغة الإنجليزية، وشرحنا الناون، البروناون، الادجكتيف، الفيرب، الادفيرب، البريبوزيشن اللي هم حروف الجر، الكونجنكشنز اللي هم حروف العطف، واخر حاجه خالص قلنا كلمات التعجب اللي هي الانترجكشنز. كده نكون لمينا وقلنا كل اقسام الكلام الحمد لله في اللغه الانجليزيه. والدرس ده مهم قوي قوي زي ما قلت لكم، مهم علشان تعرف ان انت تتكلم صح ويكون الاستراكشر بتاعك او تكوين الجمله بتاعك مظبوط. وهستنى دايما الاكزامبلز بتاعتكم والامثله بتاعتكم تحت، اكتبوا لي دلوقتي حالا في الكومنتس علشان
عشان تكونوا معايا active learners وتكونوا دايما مشاركين معايا. وخليكوا دايما معاكوا ورقة وقلم وبتكتبوا كل حاجة بتتعلموها في اي درس عموما في حياتكم. الكتابة هتفرق معاكم بشكل كبير قوي قوي قوي. مبسوطة قوي بالحلقة النهاردة الحمد لله، وحاسة ان القناة عندي الحمد لله كمان بقى فيها فيديوهات كتيرة وحاجات كتيرة قوي ليها علاقة بتكوين واساس اللغة الانجليزية، ودي حاجة الحمد لله بقالي كتير بشتغل عليها وبطمح ليها يعني. فاتمنى من كل قلبي انها تنال اعجابكم ودايما تكونوا متابعيني. ولو لسه مشتركتش معايا في القناة فاشترك دلوقتي حالا معايا في قناتي انجلش بلوج. ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش لايك بليز للفيديو، وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.